كان هايل الشوط الاولاني. لكن الشوط الثاني بقى كانوا زي الزفت والانفراد. الجونين يخش في دقايق. مفيش دفاع عندنا مفيش خالص، دفاع زي الزفت. ايه ده؟ احنا دلوقتي ايه في المجموعه؟ احنا عندنا نقطه. نقطة واحدة. نقطة واحدة. ده الشعب اللي جاله نقطة والله. والله العظيم الشعب اللي جاله نقطة أو كتاب الله. كده مالناش أمل على فكرة. طب والبلد كانت هوس امبارح طبعا بعد الماتش. طبعا حزن مليها. مش حد بيتكلم خالص. حزن مليها. والجزائريين بيقعوا ومش الواحد مش عاوز يقوم ولا بعد ربع ساعة. الواحد بس زعل ان هم ساعة السلام الوطني قعدوا يصفروا ويهللوا علينا يعني. سيهللوا. يعني الجزائريين او غيرهم والله اي حد بنشيله على دماغنا من فوق، لكن للاسف هم لا. تحس ان احنا اسرائيل رايحين. والله ده اسرائيل جايز ترحب بينا اكتر منهم. حاجه يعني صعبه مش عارف ليه يعني. لا بصراحه معاملتهم زي الزفت معانا، رغم ان الجزائر دي وقفنا كتير معاها والله في حاجات كتير. الثوره الجزائريه ساعة فرنسا. هو مين اللي دعم الثوره الجزائريه يا باشا؟ ما احنا المصريين. سلاح وجنود وكله. وللاسف بنضرب بهم المثل وهم ولا. ده احنا يا راجل جميل ابو حريد عاملين لها فيلم احنا هنا. عملنا لها فيلم. ولا مؤاخذه في الكتب. يعني بنهتم بيهم وبنفتخر بحاجه زي كده. هم لا. مصر مكروهه على مستوى الدول العربيه. ليه كده؟ مش عارف. بس رئيس امريكا الجديد ده يعني شفت الخطاب؟ راجل محترم. قبول. حتى دمه كده تبص تلاقيه مش يعني دمه مصري. والله تشوفه تقول ده مصري. ايوه. حبيناه حقيقي يعني لفت النظر ليه جامد جدا. قفل السجن بتاع اللي هو زفت السجن اللي جوانتنامو ده. بيقولوا اكتبوا عليه في الجرايد جوانتنامو ده. قفل. ففي الحقيقه هو راجل محترم يعني. وناوي يعمل حاجه. لا ابوه مسلم اسمه حسين. ابوه مسلم. وراح الجامع وراح الهرم. ودخل سلطان حسن شوف قلع الجزمه لا مؤاخذه ودخل بالشراب ما كانش في حد بيعملها في امريكا. دخل زينا كده. دخل زينا. اكنه زينا. وزهل. هو حاطط القضيه الفلسطينيه دي في دماغه قوي. بحيث لو عمل حاططها جامد جدا في دماغه. عاوز يعني يعمل حاجه فيها بحيث يكون اول رئيس امريكي خط خطوه جامده جدا. وهتتكتب له في التاريخ بعد كده. والاسرائيليين زعلانين. الاسرائيليين زعلانين جامد. ده ربنا يستر على الراجل ده ما يتاكلش. والله العظيم. تصدق وتعمل بالله الواحد حاطط دماغه انه هيتاكل. والله العظيم ربنا يستر عليه فعلا. يعني جايز ده من بخت العرب ان رئيس امريكا يمسك زي كده. يا رب. ربنا يسهل ويديله طول العمر ما يخلوش بقى. هو خلى العرب اسم دلوقتي. يعني كانوا واخدين فكره عن الشرق الاوسط. اساءوا للصوره بتاعتها يعني مساء الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو دلوقتي يعني وجه رساله للعالم كله بالنسبه للعرب والاسلام. انا اختي هناك في امريكا. والله. وخالاتي واخوالي كلهم في امريكا عايشين هنا. حاليا دلوقتي بقول لك يعني هيبقى لينا كلمه هناك. بجد؟ والله. يا ريت. بقول لك هيبقى لينا كلمه جامده جدا. ايه الحياه في امريكا عامله ازاي بقى؟ كانت الحياه في امريكا في ايام بوش واللي قبله كانت يعني بالنسبه للعرب وحشه شويه. كانت وحشه؟ كانت صوره مش كويسه. لكن دوت بيحسن الصوره هناك بيقول لك ان المسلمين لازم يتعاملوا معامله كويسه وكل واحد ياخد حقه وكذا يعني. كانوا بيعاملوا العرب وحش؟ كانوا بيعاملوهم معامله قد كده. يعني اشغال مثلا يطلعوهم الاشغال بتاعتهم. يا سلام. والله. لكن دلوقتي لا. دلوقتي ابتدى يعني في تحركات حلوه. هم هجره في امريكا؟ هجره. انت ما هاجرتش ليه؟ والله بعتت لي دعوه وجيت رايحين اخويا رايح السفاره. كان اخويا جات له دعوه زيي.
بس هو مش متزوج يعني. فجاي رايح السفاره، لا مؤاخذه قبلوا معلش المسيحيين والمسلمين لا. هنلاعبهم بقول لك في كاس القارات الجاي ان شاء الله. يا ريت نلعب امريكا نشوف نغلبها ولا هنعمل ايه معاهم. شكلك هتشجع امريكا. لا اشجع مصر طبعا، انا مصري. انا مصري. لا يا عم، ده انا اختي بتنزل مطار القاهره بفلوس ارض المطار. والله. والله. بعد بلدك برضه، بلدك طبعا نشأت فيها واتربيت فيها واهلك. طبعا. الواحد بيفتح القناه دي اللي هي الجزيره. الجزيره. دم يعني بيفوروا وبيركبوا 60 عفريت. لما تنزل يعني خالتي تقول لي ما تلاقيش ورقه مرميه على الارض. فين؟ في الارض في امريكا. طب ما احنا برضه ما عندناش ولا ورقه. لا ده احنا هنا تعالى خش الشوارع عندنا طن ورق مرمي. طن ورق. احنا بنشتغل بالطن دلوقتي مش ورقه. لا ده تلاقيها ورقه. احنا مصريين يا باشا. لا طبعا. والمعامله هناك حلوه. لو انت لا مؤاخذه مربي كلب بيقول لك تروح تصرف له اكل مخصص وتعالجه على نفقه الدوله. ولو انت مش لاقي شغل يعمل لك مرتب كل شهر تاكل وتشرب منه. تشتغل ايه؟ بشتغل عاطل. مش شغال عاطل بمرتب كذا. لكن لو لقاك شغال طبعا ما يوقفوا عنك. ولازم تبلغهم ان انت شغال. ولازم ابلغهم ايه؟ اللي انت بتشتغل، اللي انت لقيت شغل. طب وايه في فرق بين التأمين الصحي هنا والتأمين الصحي في أمريكا بقى وكده؟ لا في فرق طبعا. في فرق، بس بصراحة مش عارف يعني الفرق ايه بالظبط، بس في فرق يعني شاسع. حتى في المعاملة، حتى في كل حاجة. لو رايح أي حتة ما بتقفش طوابير زي عندنا احنا. نوع الأدوية بقى وكده. هناك حاجات روعة. لا مش. وأنت هتهاجر إن شاء الله؟ نعم. هتهاجر ان شاء الله. ربنا يسهل، الواحد يسير الله، بس ربنا يسهل وتيجي الهجره. اوعى تتجوز هناك. ربنا يحلها علينا. نعم. اوعى تتجوز هناك. لا اتجوز هناك ايه يا عم؟ اوعى. لا ربنا